شكون فينا ما تبغيش المملحات وخاصة في شهر رمضان الفضيل ولا سائر أيامنا ولا أفراحنا راح يزينوا بهم الطابلة يجوا راقيين وتجي البنة تاعهم ما عندي ما نقولكم. السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم لاباس. جيتكم اليوم في وصفة المملحات. هاد الوصفة والله قريتها بالدراهم يا البنات، عطيتها لكم يعني هكا من عندي. شنو نحتاجو لهاد الوصفة؟ أول حاجة كنت غليت 2 حبات تاع البطاطا وغليت الزر تاع الدجاج، درته الزر تاع الدجاج درته في الماء والملح وشوية تاع رند ودرتها حتى لي طابلي، والبطاطا فاني كنت غليتها في شوية تاع الملح ومن بعد جيت كرازيتها بعد ما طابت لي كرازيتها وفتت هذاك الدجاج ثاني بعد ما طاب، زدت عليه شوية تاع الزيتون مقطع وشوية تاع المعدنوس وكيما راكم تشوفوا زدت عليهم الملح و... و... وشوية تاع الفرماج وشوية تاع الحرور. هذا ما كان في التوابل، اللي تبغي تزيد شوية تاع الكمون تزيد. هنا نبقى نخلط فيها كيما راكم تشوفوا حتى يندمجوا لنا كامل هذوك المقادير وتدخلنا كامل هذاك اللحم مع هذاك البطاطا ونشكلها على شكل كرة كيما راكم تشوفوا فيها. هنا بعد ما كملت رحت غسلت يديا وجبت الميزان وراح نوزن، راح نعطيهم كامل، راح نعطيهم وزن واحد. توزنيهم على قد ما تبغي نتيا، تبغي تكبري الحبة تبغي تصغريها. انا كنت درتهم نورمالمون 35 غرام ومن بعد كاين نحشيهم بقطعة تاع الجبن، تقدروا تحشوهم بهذا الجبن كما تقدروا ديروا شيدار ولا موتزاريلا. انا علاش ما نفضلش ندير الشيدار ولا الموتزاريلا؟ على خاطرش كي يبردوا لي كروكات تاوعي راح يبرد هذاك الجبن من الداخل وما راحش يعني ما تجيش الماكله تاعه مليحه. على بها فضلت ندير هذا الجبن طاختيني كيما هكا باش يبقى لي طري. بعد ما كملت الحبات تاوعي كامل كورتهم من شوفوا البنات اللي عندها الوقت تحضرهم وتخليهم في الكونجيلاتور يتجمدوا، اللي ما عندهاش عادي خليهم غير ربع ساعه ولا في المجمد وجبديهم. هنا عندي كميه تاع لا شابليغ غير قليله، كانت عندي كميه تاع السر تاع هذا لي كروكات البنات. انا لا شابليغ زدتها من عندي فقط. هي انك تجيبي شيبس بذوق الجبن، بذوق الجبن البنات، ماشي تجيبوا شيبس بذوق واحد اخر وراح تحصلوا على حاجه ماشي بنينه وتقولوا لي انا نتحمل ذوق تاع الجبن هو اللي جربت به يعطيكم ألذ كروكات يعني ديروهم. كما شفتوني بعد ما كنت خلطت شويه على خاطرش الشيبس تاعي كان قليل، خلطت شويه شابليو مع الشيبس ورمتهم درتهم في البيض وزدتهم في لا شابلور. حميت الزيت تاعي كيما راكم تشوفوا في المقله، يعني الزيت راهي نص الحبه تاع الكروكات يعني ماشي مغطسه كومبليت، تقدروا تزيدوا تغزروا شويه على هكا ونبقى نقلب فيهم هكا حتى لي يتحمروا لي ويدوا لي هذاك الشكل يعني يكون احمر شباب ونقلحوهم. شوفوا لي هنايا كيفاش حصلت على يعني كي شغل لازم لكم تخلوهم في الكونجيلاتور، يعني قاع هكاك وراح يطيبوا معاكم عادي، لكن شويه حسيتهم بداو يطردقوا. الوصفه انا كي قريتها يعني مولاتها دارتها في المجمد، يعني تقدري ديريها ساعه ساعتين ثلاثه قد ما تخليها مليحه. هنا راح نكمل نقلعهم من النار عفوا من النار نقطرهم من هذاك الزيت ونحضروا الصلصه اللي تجي بزاف سهله. الصلصه الكريمه شنو نحتاجو فيها؟ راح نحتاج فيها كميه تاع الجبن، هاد الكريمه تجي بزاف بنينه. راح نزيد عليها علبة تاع الطون بذوق الزيت. البنات اللي ما تبغيش الطون شديري هنايا حلي هذاك الجبن مليح مليح بالفرشيطه وزيدي عليه كميه تاع المايونيز هكا. اللي ما تبغيش الجبن اللي ما تبغيش الطون، انما هي تجي بزاف بنينه بهذا بالطون والفرماج. لهذا الكميه انا خدمت كميه قليله بالبزاف، يعني تقدروا ديروا كميه كبيره وتديروها في لابوش وتبوشوا بها هذوك لي فيرين هذوك القوارب اللي راح نحطوا فيهم لي كروكيت تاعنا. هنا نبقى نحل فيها بالفرشيطه، نحل فيها وندخل هذاك الجبن مع الطون حتى لي يدخلونا كامل هكا باش نتحصلوا على كريمه تكون متجانسه هكا وتجينا شويه ثقيله. بصح اللي تبغي تخففها راح تستعمل شويه تاع جبن، تستعمل الجبن هذاك اللي يكون شويه كي شغل طري ماشي جامد كيما شفتوا انا استعملت هذاك اللي يعني هذاك بربر يجي ثقيل بالبزاف. شوفوا هذه هي الكريمه اللي تحصلت عليها وهذو هما القوارب اللي راح نقدم فيهم.
حطيت غير شوية كيما راكم تشوفوا هكا تاع الكريمة هذيك، راح نحط حبة تاع الكروكيت. شوفوا بعد ما طابت لي الله الله، يعني جات تشهي ما شاء الله. شنقول لكم هذه ديروها في الطاولة تاعكم تاع رمضان، ولا تزينوا بها يعني ولا يجوكم هكا، تكون عندكم مناسبة، تكون عندكم خطبة، يعني واش يكون عندكم راح تكون يعني يكونوا مملحات رقيقين كما تقدروا ديروهم في ليفيغين، ثاني يجوكم بزاف شابين. كيما راكم تشوفوا كنت زينتهم بهذوك لي كوردون كيما نهار، زدت لهم شوية تاع هذاك الخيار المخلل ولا كورنيشو، وهذيك الكريمة درت عليها شوية تاع سانوج وزينتها بورقة تاع المعدنوس، وهذه هي المملحة تاعي. شوفوا البنات صدقوني اني نقولكم غير جربوها ما راحش تندموا، راح تكون وصفة بزاف تشهي، بصفة بزاف هايلة. قلت لكم قريتها بسعر، يعني ماشي سعر، قريتها يعني بدراهم، وعطيتها لكم يعني عطيتها لكم من عندي هكا، باش بغيت حبيباتي يستفادوا هكا ويدوا يعني ويدوا الوصفة، يعني والله ما نقصت فيها حتى حاجة ولا زدت فيها، برك قلت لكم هي استعملت الشيبس كامل، وانا زدت خلطت مع شوية تاع الشابلور. لكن كي تستعملوا الشيبس وحده راح يعطيكم اللون بزاف شباب على من تستعمل من خلط. يعني انا برك ما كانش عندي بزاف هذاك الشيبس، فهمتوني علاش زدت خلطت معاه شوية تاع الشابلور. وهنا جيت نقسم معكم حبة كيفاش تجيني من الداخل. شوفوا البنات والله صراحة الذوق تاعها يجي مميز ويجي بزاف بنين، برك غير جربوها ما راحش تندموا. هنا راح نكمل نوجدهم كامل ونوريهم لكم. شوفوا هنا بعد ما كملتهم كامل صراحة جا المذاق تاعهم بزاف شباب، ما من المنظر تاعهم جا بزاف يشهي. انا نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وكما شفتوا قسمتها قدامكم وشفتوا كيفاش تجي من الداخل. كيما ما بخلتش عليكم البنات وعطيت جبت لكم، يعني راني نجيب لكم هكا في الوصفات كيما هذه الوصفة، وصفة الورشات الاولى كنت قدمت درت لكم يعني خبز البرجر، ثاني على طريقة الورشات. نتوما ثاني ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير، ولي ماشي مشتركة نقولك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش ديروا يوصلك جديد حبيبتي. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساونيش الدعوة تاع خير. نقول لكم نلتقي في وصفة أخرى وفيديو آخر. سلام.